وأتحول للدكتورة إيمان جمعة أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. دكتور إيمان، يعني مشهد العنف الطلابي يعني مشهد أصبح متكرر، لكن أنا هنا سؤالي إنه في حالة من هذا النوع ناس عايزة تدخل بالطبلة أو عايزين يعملوا هذا النشاط، هل بتستشعري ان طول الوقت هم بينجحوا في فكرة انه يخلق مظلومية؟ لان بمجرد ما اتنين يعني ان شاء الله ياخدوا طوبة منهم فيبقى هم دلوقتي بينضلوا على اتنين وتتنسي القصة الاساسية ان في ناس عايزة تدخل الجامعة بادوات لا يحق دخولها الجامعة. طيب انا بصي يا استاذه اماني، الموضوع اصبح اخطر بكتير من اني اتكلم عن انه الاخوان عندهم سياسه ثابته، الا وهي حته المظلوميه اللي حضرتك بتتكلمي عنها الحقيقه بطريقه ممتازه جدا. الموضوع اصبح من الخطوره انه احنا يعني محطوطين في مكان احنا كاننا رهائن لناس سفله. بس الأخطر من الناس السفلة اللي بتتحرك بالطريقة دي الدكتور جابر نصار ووزير التعليم العالي، الحقيقة أنهم لازم يغادروا أماكنهم لأن أصبحوا عالة على الأمة. حكاية أنهم مواقفهم الحقيقة أنا مش عارفة أوصفها. يعني أنا حزني يا أستاذة أماني، مش الطلبة دول واخدين فلوس، الطلبة دول مضحوك عليهم، انا ما بقوش يهموني دول انا اسفة في التعبير شوية صراصير جربية بيأجروهم، ما عنديش مشكلة معاهم، هم واضحين حقيقة الامر وعيال عندها صحة وبيخشوا يخربوا في مكان مقدس. كيف لنا ان ينتهي بينا الفصل الاول الدراسي واحنا يوميا في هذه المهزلة؟ ألم يرى الدكتور جابر نصار الحريق بالامس؟ يعني هو مستني ايه لما القبه اللي قاعد فيها هي رخرة تتحرق؟ يعني احنا كل يوم بنبعت ولادنا واحنا مش عارفين هيرجعوا ولا لا. يعني اصبحت في جمهوريه هو ممكن يا دكتوره يعني هيئه التدريس هي اللي يعني تحرك عمليه، لان هو جيب الانتخاب، وبالتالي هل حضراتكم كهيئه تدريس في الجامعه انتوا اللي تتحركوا لفكرة انه يعني بعد اختباره لم يستطع ان يتحمل المسؤولية بشكل جاد او حقيقي؟ بصي يا استاذة اماني، هو الدكتور جابر نصار زي اخرين محطوطين في اماكن لديهم سلطة، لازم يغادروا من تلقاء نفسهم، هو لازم يستشعر الحرج. واحنا حتى عارفه حضرتك الفصل الدراسي بينتهي، ممكن نفكر فيها، بس اصل احنا مشغولين زي ما حضرتك بتتكلمي بحاجه اهم من ان احنا نشيل الدكتور جابر نصار او اللي اخطر منه وزير التعليم العالي اللي بيقول انا ما عنديش سيطره على الجامعات. فضل حضرتك يعني في امور في الوطن هتتم استفتاء، وبعد كده هنفكر في الانتخابات اللي بعدها، بننظم صفوفنا، بنتقدم. فمش دي الإشكالية بتاعتي كيف أن يغادر مكانه. هو المفروض الحقيقة يغادر، يعني المفروض النهاردة آخر اليوم مع السلامة. إنما أنا بقول لحضرتك إنه تصبح جامعاتنا في هذا الوضع المهين أمام الكفة، لأ. وأنا شخصيا وصلت لمرحلة إن أنا بطالب الجهات الأمنية والجهات القضائية أن تتحرك. يعني الموضوع ما يتسابش للدكتور جابر نصار ولا يتساب لوزير التعليم العالي. علشان كده يا دكتورة الموضوع ما يتسابش فهيتحل مع تغيير الحكومة اللي هيعقب الاستفتاء على الدستور، لأن يعني هذه الحكومة لا تستطيع أن تكمل لانتخابات برلمانية. بمجرد إقرار الدستور يجب أن تغادر هذه الحكومة ويكون لدينا حكومة مختلفة. اليوم الواحد مكلف جدا، مكلف دم. يعني حضرتك لك ان تتخيلي حضرتك بتفكري انت لو عندك ابن او ابنه في الجامعه، طب يتعلم ويموت ولا اقعده في البيت وما ما يمتحنش ولا يذاكر ولا يتابع محاضراته؟ فانا ارى ان اليوم مش قادره استنى للمرحله اللي حضرتك بتتكلمي عليها. شيء مستفز المنظر اللي حضرتك عرضاه على الشاشه، مش موجود في العالم كله، اشمعنى عندنا احنا؟ وانا هبتدي اقول حاجه ثانيه يا استاذه اماني،
حضرتك لو سمحتي لي. اتفضل. لا هو كمان هيبتدي انا هقول في تواطؤ بقى من الجهات الاخرى اللي مسؤوله عننا. المنظر ده ما يتسابش رئيس الجامعه ولا الوزير التعليم العالي. ده امن قومي، ده مش هزار، ده احنا في وسط العاصمه، جامعاتنا يا جماعه بتتحرق، بنتهزق في كلياتنا، ما بنعرفش نخش المحاضرات واحنا امنين. انا كل ما اخش المحاضره اسمع الطبل والقرف بتاعهم والصوابع يعني خليني اوعد حضرتك انه هذا المشهد مش هتشوفيه في الترم الثاني، لانه المفترض ان المصريين بعد ما هيوفوا بالعهد وينزلوا بالملايين لهذا الاستفتاء هيبقوا محتاجين حكومة جادة تعلن انحيازاتها، وبمجرد يعني هذا التغيير للحكومة الامور في الداخل المصري سوف تأخذ مأخذ آخر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان جمعة أستاذ الإعلام السياسي في جامعة القاهرة.